دي يا جماعه كل الكبس دلوقتي كلها نازله بايظه كده. يعني انا جبت علبتين، العلبه كيلو، كل علبه نازله كده بالظبط بايظه خالص. يعني مجلده ما فيهاش بالظبط الكيلو، ما فيهوش ربع الكيلو بالظبط، ما فيهوش ربع كيلو وتلاقيها عامله كده. يعني دي يرضي ربنا. ادي كل الكبس اللي نازله في السوق، يقول لك انضف كله واحسن كله. ادي كل الكبس مجلده كلها وبايظه. ادي ده كده كيلو، وده هنا نص كيلو اهو. ده علبه بتاعت نص برضه مجلده كلها اهي. دي كده مجلده، دي كده بايظه مش نافعه تاني. ده العلبه بتاعتها نص كيلو اهو، وده علبه برضه كيلو تاني. انا عشان اعمل مطبخ محتاج اجيب لي بتاع 5 6 علب عشان اعرف اخد منهم كيلو كله اشتغل بيه. ده الكيلو التاني اهو مجلده برضه اهي، كلها مجلده كلها وبايظه. ادي شركه كبس اللي يقول لك انضف شركه للكله والكلام ده. بل ان انا شايف ان هي اثبت شركه الوقت. يعني ده بصراحه حرام على اللي هم بيعملوه فينا ده. انا اشتري الكيلو ب 170 جنيه وفي نفس الوقت بايظ. يا ريت حتى يجي نافع، كله بايظ اهو. يعني جايب علبتين 2 كيلو ونص بالظبط، كيلو ونص فيهم وازيد بايظ اهو. يعني 2 كيلو بايظين ونص كيلو اللي استفدت بيه. ادي شركه كبس.